اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير سهلة جدا ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. تعالوا اقول لكم بقى على المقادير. اول حاجه كده كان معايا 3 كوبايات من الدقيق ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقتين من السكر ومعلقتين من اللبن البودر، وكان معايا معلقتين كبار من الزبده وربع كوبايه زيت وكيسين من الفانيليا، وطبعا كوباية وربع من المية بس تكون دافية، ما تكونش ساقعة ولا تكون سخنة قوي علشان الخميرة تتفاعل معاكي بسرعة، تكون دافية بس يعني مية تقدري ان انتي ممكن تحطي ايديكي فيها. اول حاجة حطيت المية وبعدين حطيت السكر والخميرة الفورية، هدوب السكر كويس جدا. اهم حاجة لما تيجي تحطي السوائل، لو انتي مش متأكدة الدقيق بتاعك بياخد سوائل قد ايه، فممكن تحطي مثلا لو هو هتاخد كوباية ونص فحطي كوباية، وبعدين ابدأي اللي انتي تعجني الخليط بتاعك، وبعد كده لو احتاجتي مية فتحطي شوية شوية، ما تحطيش المية كلها مرة واحدة علشان العجينة ما تبص معاكي او الدقيق يكون مش بياخد سوائل كتير، فيبقى انت كده بوظتي الوصفة بتاعتك كلها. حطي مثلا كوباية وبعد كده ابقى حطي المية يعني بالتدريج كده على حسب نوع دي معاكي هياخد سوائل قد ايه. طبعا بعد ما دوبت السكر كويس والخميرة، حطيت الفانيليا وبعدين حطيت الزيت، وبعدين هنحط 3 كوبايات من الدقيق طبعا تكوني نخلاه كويس جدا، يعني لو مرة ومرتين كده فعادي اوكي. والزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش متلجة قوي يعني. بصي انت هتعجني الخليط ده كله كده مع بعضه زي ما انت شايفه، هيكون بيلزق في ايديكي كلها عجينه عادي خالص مفيش اي مشكله. بصي بقى احنا هنحطها على الرخامه علشان بس ايه، يعني افضل يعني افرد فيها زي ما انتوا شايفين كده. مع كتر مثلا ما انتي هتقعدي تعجني فيها كده بالطريقة دي، العجينة دي هتلم معاكي وهتتمسح من ايديكي خالص، مش هيكون فيها اي عجين. لو انتي مثلا مش عايزة تعمليها على الرخامة فممكن تعمليها في الطبق، بس على الرخامة هتملكي اكتر. طبعا الرخامة انا منضفاها كويس جدا جدا يعني، وباين في العجينة، يعني الرخامة لو مش نظيفة فهيبان في العجينة زي ما انتوا شايفين يعني. انما الحقيقة انا منضفاها كويس جدا ومعقماها كمان. فاهم حاجة الحاجة تكون نظيفة، يعني الاهم من الاكل ومن الحاجة الوصفة اللي انت بتعمليها اللي النظافة ديت حاجة يعني مهمة جدا قبل ما تعملي الوصفة بتاعتك او الاكل بتاعك. طبعا بعد ما بصي ما فردتها زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما بتفضلي تعجني فيها لحد ما العجينه تتمسح من ايديك خالص، هتفرديها زي ما انت شفتي كده. وبعدين هنحط المعلقتين من الزبده، بس تكون زبده بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش ساقعه او ما تكونش مثلا متلجة علشان ما تخرصي معايا في العجينة. اول ما تحطي الزبدة وتبدأي اللي انت تعجني فيها، هتلاقي العجينة معاكي بصي زي ما يكون مقطعة معاكي، يعني مش ايه، مش ملمومة كلها مع بعضها يعني. هتفضلي طبعا تعجني فيها تاني وتلمي فيها تاني، هتلم معاكي ومش هتكون بتلزق ولا اي حاجه خالص، هتكون عجينه ناعمه جدا جدا. بصي وملمسها يعني بيبقى جميل جدا. بصي انا بعمل كده علشان بصي بديلها عرق، بخلي في العجينه يكون فيها عرق علشان تبقى يعني تمطي معايا بكل سهوله ما تتقطعش. وبعدين بصي هوريها لك دلوقتي، شوفي العجينه كانت ناعمه جدا جدا، ما كانتش مثلا تقيله ولا حاجه، كانت خفيفه خالص يعني. وبصي كان الملمس بتاعها ناعم خالص يعني مفيش بعد كده. بصي بقى هنحطها في قلب البوله دي او الطبق ده، وبعدين هنسيبها لحد ما تخمر. هحط طبقا الاسترتش راب ده هغطيه بيها، وبعدين هغطي كمان بفوطه مثلا بتاعت مطبخ او بطبق اي حاجة متوفرة عندك يعني. وبعدين هسيبها لحد ما تخمر كويس وهرجع لكم تاني. بصي بقى في الوقت ده كده كانت هي اختمرت يعني، هوريها لكم دلوقتي. بصي الحجم بتاعها زاد، بس انا يعني مش هستنى لحد ما تملى البولة بتاعتي كلها او الطبق بتاعي. هي كده اختمرت كويس لان الطبق كان يعني كبير شوية، وهي كانت العجينة 3 كوبايات دقيق، فهم مش كتير قوي قوي يعني، اقل من نص كيلو.
وبعدين بصي بقى لما جيت اشيلها، فتدهني ايدك كده دهنه بسيطه من الزيت. وبعدين هبدا اللي انا انزل في الخمر بتاع العجينه. وبعدين هجيب العجينه بتاعتها اقطعها بالنص كده، يعني يكونوا متساويين على قد ما تقدري. وبعدين هناخد جزء بقى هحطه في قلب الطبق كده على ما اخلص الجزء الاولاني ده. بصي بقى لو انتي عايزه مثلا، لو انتي حسيتي اللي هي فيها سنه بسيطه كده، اللي هي مثلا بتلزق في ايديكي، فممكن قبل ما تفرديها على الرخامه فتدي رشه بسيطه من الدقيق علشان تضمني اللي هي ما تكونش لازقه معاكي في الرخامه. لو انتي حسيتي اللي هي تلزق معاكي فاديها رشه بسيطه كده، مش كتير قوي يعني. وابدأي اللي انتي تفردي فيها. بصي هي بتتفرد معاكي بكل سهوله، مش متعبه خالص خالص. هنفردها، عايزينها تبقى رقيقة ما تكونش سميكة، لان احنا هنلفها كذا كذا لفة مع بعض، فهتكون من جوه آه، كتير يعني. فاحنا نخليها ترققيها خالص، تكون رقيقة. وبعد كده هنقطعها 4 تربع زي ما انتوا شايفين كده. وكل ربع تقطعيه بقى على حسب انت عايزة الفطاير بتاعتك حجمها قد ايه، كبيرة صغيرة. فالحقيقة انا قطعتها جزء كده وجزء كده، يعني ما كانتش كلها قد بعضها. في جزء كانت رفيعة جدا، وفي جزء كانت يعني كبيرة شوية. يعني على حسب، ممكن تقطعي كل ربع على 3 او على 4 على حسب انتي عاوزة ايه. وبعدين هنشيل بقى قطعة كده علشان بس اوسع كده مكان اللي انا اعرف الف فيه. وبعدين بصي لفتها زي ما انت شفت كده بالظبط، هوريها لك دلوقتي. اهم حاجه الصينيه اللي انت هتحطي فيها المخبوزات بتاعتك او الفطاير بتاعتك تكوني دهناها دهنه بسيطه كده من الزيت. وبعدين ترصي الفطاير بتاعتك. بصي بلفها زي ما انت شايفه كده بنفس الطريقه دي. هي سهله جدا، مش بتاخد وقت خالص خالص يعني. يعني الموضوع كله مش هتكملي ساعه بالظبط، يعني هي اختمرت في تلت ساعة. وفردتها وخلصت ده كله، مش هتكملي برضو يعني نص ساعة. وفي لما تيجي تحمريها مش بتاخد وقت خالص خالص في التحمير، وبتكون على نار هادية. هوريها لك دلوقتي. طبعا بصي احنا بنرصها كده، تخلي بس مسافة كده بين كل واحدة والتانية، علشان عما تخلصي الكمية بتاعتك كلها فيها هتلاقيها اختمرت، يعني عشان ما تكونش كلها ملزقة جنب بعضها كده. فخلي كل واحدة بس بعيدة عن التانية. وبعدين بقى جبت القطعة التانية اللي احنا كنا حاطينها في قلب البولة. فردتها طبعا، بس حطيت رشة بسيطة كده من الدقيق. هي الاولانية ما كانتش بتلزق قوي يعني، بس انا حبيت ان انا احط رشة بسيطة من الدقيق عشان تطلع معايا بكل سهولة اكتر من الاولانية. بس وبعدين بعد ما فردتها بقى وعملتها مثلثات زي ما انتوا شفتوا كده، هبدأ اللي انا الف فيها. هي بتكون صغيرة، يعني افضل حاجة في الفطاير دي اللي انت تخليها صغيرة. مش هتشرب معاكي زيت على فكرة خالص خالص المعجنات دي. بس بتكون من جوه ما فيهاش، يعني بصي ما فيهاش عجينة كتير. بتكون جميلة جدا وبتبقى مورقة من جوه، وبجد طعمها تحفة. مش مكلفة قوي قوي. هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. يعني هتعملوها كتير لو انت جربتوا الوصفة دي. بصي كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها، فجبت الصينية اللي انا كنت عاملاها في الاول، دي اللي انا هحمرها. بصي بقى جبت زيت يكون كتير لو عايزة تعمليها في صينية، لو عايزة تعمليها مثلا في حلة، بس انا حطيتها في حلة كده علشان الزيت ما تاخدش معايا زيت كتير، لان الصينية او الطاسة اللي انت هتحمري فيها هتبقى كبيرة. لو هي كبيرة يعني فهتاخد منك زيت اكتر. فانت هاتي حلة تكون صغيرة مش كبيرة قوي. وبعد كده هتحطي الزيت يكون كتير. الزيت احنا مش عايزينه يكون ساخن قوي قوي قوي، يعني زيادة عن اللزوم. يكون يعني داخل في قبل ما يسخن حاجات بسيطة كده. بصي زي ما انت شايفة كده، بتحطيها مش بتتحمر على طول، مش بتاخد لون على طول، علشان احنا عاوزين الفطير بتاعتنا تستوي من جوه، ما تاخدش لون من بره وتبقى من جوه لسه عجينة زي ما هي. فطبعا النار تكون هادية، ما تكونش عالية خالص، عشان لو هي عالية هتلاقي الفطاير بتاعتك خدت لون بسرعة جدا من بره، وهتكون لسه ما استوتش من جوه. بس طبعا هتطلعيه مش بتشرب زيت خالص نهائي. هتعجبك ان شاء الله باذن الله الوصفه دي.
طبعا بتصفيها كده وبعدين بنحطها بقى في قلب الطبق. هوريها لك دلوقتي بعد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. دي الكميه اللي احنا عملناها اللي هي من 3 كوبايات دقيق بس. هرصها بقى في قلب الطبق ده علشان احط عليها بقى صوص شوكولاته. معظم الناس بتحط عليها صوص شوكولاته بيضه وصوص شوكولاته من اللي هي الكاكاو. انا بقى يعني مختلفه شويه. عملت صوص شوكولاته اللي هي الكاكاو العاديه، بس الشوكولاته البيضه حطيت عليها لون احمر، نقطه كده من اللون الاحمر الجل. هوريهولكوا دلوقتي. بصي انا حبيت اوريها لكم من جوه هي قد ايه هشه وطريه جدا جدا، وكانت مستويه، ما كانتش عجينه ولا اي حاجه خالص. بصي كانت جميله جدا. ان شاء الله باذن الله لو جربتوها هتعجبكم. بصوا بقى هنا هنحط بقى صوص الشوكولاته دي. طبعا بتسيحي الشوكولاته على حمام بخار، مش بتاخد وقت خالص، ومش بحط عليها اي حاجه. لو ممكن تحطي معلقه من الزيت عشان يديكي لمعه فقط لا غير، مش بحط اي حاجه تانية. ديت الشوكولاته البيضه حطيت عليها نقطه كده من لون الجيلي اللي هو الاحمر، فاداني اللي هو اللون اللي زي البينك كده. كان لونها جميل جدا وعجب كل الولاد، يعني هم الاطفال بيحبوا الالوان اللي هي بتبقى مختلفه. فان شاء الله باذن الله لو جربتوها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.